الورشة دي عبارة عن حتت صغيرة كده واحنا بنجمعها على بعض كريات اللحمات، وبعد كريات اللحمات بنصنفر ونجمع وبنشطب الشغل ونطلعها على المحلات. الخامات دي برضه بتيجي من عند التجار، بنوديها الورشة تتجمع على مخارط، وبعد ما بتتجمع على مخارط تعمل الأشكال اللي احنا عايزينها، بنجيبها نقفلها ونخليها على كريات اللحمات. اللي بيتطلب بيتعمل، أي شكل أنت تتخيله في الشيشة ممكن احنا نعمله، أي شكل. يعني أنا كنت أقعد على النهارده مثلا أطلع لي 100 حتة، النهارده ما بعملش 5 حتت أو 10 حتت، بعد ما كان بيبقى معايا 10 15 زبون النهارده ما فيش واحد ولا اثنين اللي بيجوا. الحمد لله في تحسن من بعد الثورة، بقول لك احنا بعد الثورة ما كناش في حاجة خالص نهائي، يعني بعد الثورة جت قفلت، بدأت يعني الحمد لله ربنا ما بينساش حد، بدأت الحركة بقى في حركة.